ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. اكيد حصل لك قبل كده، وكلنا حصل لنا الموقف ده، ان احنا ساعات بيمر علينا يوم بيكون فيه ضغط شديد جدا جدا جدا، وبنكون بنعدي فيه حاجات كتير قوي، وبنبلع في اول اليوم حاجات كتير ومشاكل كتير، وبنستحمل حاجات كتير لحد ما بيجي في اخر اليوم خلاص بتكون طاقتنا خلصت واعصابنا تعبت، لحد ما بتيجي عليك اللحظة خلاص انت ما عدتيش قادرة تستحملي اي حاجة، وفجأة تحطي عصبيتك ديت او تنفجري في اي شخص قدامك، وممكن يكون شخص اصلا ملوش علاقة بزعلك ولا ليه علاقة بمضايقتك، وبتنفجري فيه وبتحطي فيه كل عصبيتك. بعد ما بتهدي بتقعدي تفكري مع نفسك وتقولي طب انا اتعصبت عليه كده ليه؟ هو ما عمليش حاجة تستدعي العصبية دي كلها، وتقعدي ساعتها تلومي في نفسك. المشكلة ساعات مش بتكون في المشكلة اللي حصلت، ساعات المشكلة بتكون في الحاجات اللي احنا سكتنا عليها واتراكمت جوانا من قبلها. وعشان كده النهارده هنتكلم عن العصبية، وليه بنوصل للمرحلة دي، وايه اضرارها علينا، وازاي نتعلم نتحكم في نفسنا قبل ما نتعصب. طيب خلينا متفقين ان العصبية ديت من اكتر الحاجات المدمرة للبني ادم، كنفسية او كصحية او كبدنيا او كأي حاجة في الدنيا. انا بالنسبة لي بشوف ان العصبية ديت اوحش حاجة ممكن البني ادم يوصل لها. مثلا وهقول لكم المثال ده عليا انا. في يوم من الايام كنت انا صغيرة، كان لسه سن صغير، كانت شخصيتي هادية جدا 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 لأبعد الحدود. كنت هادية بطريقة مش طبيعية، بس مش معنى ان انا كنت هادية ان انا ما كنتش بتعصب. لا عادي، كان بيجي عليا اوقات بتعصب بس مش كتير، فاهميني؟ كنت بقدر اتحكم في عصبيتي قوي، وما كانش حد بالسهل يقدر ان هو يعصبني. لحد ما مر عليا وكبرت بقى شوية، ومر عليا الظروف والجواز والخلفة والولادة، وانتوا اكيد فاهمين الحتة دي كويس. بقى بتحسي ان انت عليكي مسؤولية كبيرة بطريقة مش طبيعية. فانا من بعد ما كنت شخص هادي جدا جدا، انا كنت بتميز بالصفه دي ان انا هاديه، فاهمين؟ بعد ما كنت بتميز ان انا هاديه جدا جدا جدا، فجاه انا بقى كل اللي حواليا بيشهدوا لي بالعشره ان انا بقيت شخص عصبي، ان انا طول الوقت عصبيه. كنت عصبيه بقى في كل حاجه، كل حاجه. ما اعرفش ايه اللي حصل، وما اعرفش ليه بقيت فجاه عصبيه كده. بس زي ما يكون الضغط اللي احنا كأمهات بنمر بيه في اول سنين الجواز، اللي هو اول سنتين او مع اول، يعني انت لو جبتي اطفال ورا بعض الام اعصابها بتتدمر. فلما بدات ان انا اتعصب وبدات اشوف ان العصبيه ديت حاجه بفرغ فيها طاقتي، بقت بالنسبه لي هي اسلوب حياه خلاص. يعني ما اخدتهاش ان هي وقت معين وهيخلص، لا، بقت بالنسبه لي اسلوب حياه، بقت حياتي كلها هي متجهه على العصبيه. بعبر عن رايي بعصبيه، لما بتضايق من حد بتعصب عليه. لو حد بس عمل لي كده تلاقوني اتعصبت وقمت وفرت. هي بقت العصبيه معايا اسلوب حياه. فضلت انا شايفه ان دي حاجه عاديه، وان هي حاجه مش هتضرني وعادي ما فيهاش حاجه. وكنت بقعد اتكلم مع نفسي واقول العصبيه يعني هتعمل لي ايه؟ ما هم اللي بيضايقوني، ما انا مضغوطه، ما انا مخنوقه. وكنت دايما طول الوقت اقعد ابرر لنفسي انا ليه بتعصب. لحد ما حصل معايا موقف معين، فجاه حسيت ان انا من كتر العصبيه اللي انا بتعصبها انا جسمي بدأ يتعب. في الاول ما كنتش بخاف ان انا اعيا، ما كنتش بخاف على صحتي بشكل عام. لما بدأت أتعصب بدأ يبقى عندي شوية أمراض بسيطة كده، وأنا مش عارفة المشكلة، أنا مش عارفة هي كانت بتجيلي من إيه. زي حاجة مثلا القولون العصبي، زي مثلا معدتك طول الوقت هتلاقيها بتألمك، طول الوقت هتلاقي معدتك بتوجعك طول الوقت، حتى لو ما أكلتيش حاجة، حتى لو أكلك صحي، طول الوقت معدتك هتألمك. فما مريت بالتجربة ديت وكنت بكشف مش لاقية حل، فاهميني؟ يعني كنت كل ما اروح لدكتور يقول لي بسبب الاكل، ما تاكليش مسبكات، ما تاكليش حاجات تقيلة، ما تاكليش حاجات بسمنة او بزيت او بحاجات اللي هي التقيلة دي. كنت بعمل كده وباخد علاج واخف فترة، وارجع تاني اسوأ من الاول. فبعدين اكتشفت ان انا كل اللي حصل لي ده كان بسبب ان انا شخص عصبي، بسبب ان انا عصبيه، بسبب ان انا طول الوقت متعصبه. يعني المشكله ان احنا كساعات امهات مش بنقدر ان احنا نتعصب طول الوقت، طبعا بنخاف على اولادنا وبنخاف على نفسيتهم. ما بنقدرش ان احنا طول الوقت نزعق ونتعصب ونقعد طول الوقت نخرج في العصبيه دي. فبتضطري غصب عنك ان انت بتكتميها في نفسك، يعني انت اتعصبتي خلاص فبتكتميها في نفسك، مش بتعرفي ان انت حتى ايه تخرجيها. فساعتها حسيت ان المشكله الاساسيه في حياتي هي العصبيه. العصبيه ممكن تدمر لي حياتي بشكل مش طبيعي، يعني هي خلاص بدات تيجي على صحتي، ممكن واحده واحده بعد كده انا ما عدتش اقدر اسيطر عليها. فدي بالنسبه لي هتبقى مشكله كبيره قوي 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 قوي، لو وصلت لحته ان انا خلاص فعلا ما عدتش قادره اتحكم في عصبيتي. ساعتها هخسر الناس اللي حواليا، وهخسر نفسي، وهخسر ولادي، وهخسر حاجات كتير. فبدات اتعلم ازاي، او بدات اقرا، او بدات افهم ازاي اقلل الموضوع ده شويه.
لحد ما الحمد لله الحمد لله الحمد لله اتعالجت من حته العصبيه ديت بنسبه 80%. ساعتها بس حسيت ان انا رجعت فعلا لشخصيتي القديمه، ان انا فعلا بقيت شخص هادي. وهقول لكم على حاجه، لما بقيت شخص هادي وما عدتش بتعصب زي الاول وبقيت باخد الامور بهدوء شويه، حسيت ان انا ارتحت، حسيت ان انا كان في حاجات كتير قوي 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 انا مصعباها على نفسي، وكان في مواضيع تافهه جدا 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 بتاخد من وقتي ومن مجهودي ومن عصبيتي ومن تفكيري. بعد كده لما قرأت شويه وفهمت شويه عن موضوع العصبيه دوت، أدركت حاجة معينة. العصبية هي مش طبع فيكي، يعني انت لو شخص عصبي مش لازم تقولي خلاص أنا شخصيتي بقت عصبية. ممكن تكون هي مش طبع فيكي، ممكن تكون دي نتيجة تراكمات انت عايناها جواكي، زي مثلا ضغط مستمر، كتمان الزعل، انك بتوافقي على حاجات اكبر من طاقتك، قلة النوم والراحة، شايلة حاجات كتير وفي نفس الوقت ما بتطلبيش المساعدة، مستحملة ضغط بطريقة مش طبيعية. واهم حاجة ان انتي بتراكمي مشاكل او مواقف صغيرة من غير ما تتعاملي معاها. يعني لما بتزعلي من حاجة صغيرة بتقولي مش مشكلة وخلاص وبتعديها وما بتتكلميش. عارفين انتوا اللي هو زي مثلا انتي بتملي كوباية مية، كل شوية تحط فيها، كل شوية تحط فيها، كل شوية تحط فيها، في الآخر الكوباية دي هتطفح. المثال ده بالظبط زيه زي لما بتكتمي جواكي أي حاجة صغيرة وما بتتكلميش عنها، تقعدي تعدي 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 حاجات كتير وأفعال كتير وحاجات ضايقتك وكلام ضايقك ومواقف كان فعلا لازم تتكلمي فيها، بس انت اخترت دلوقتي ان انت تسكتي، وبتفضلي تعدي وتحوشي جواكي تحوشي جواكي تحوشي جواكي لحد ما بيجي موقف صغير قد كده او كلمة صغيرة قد كده من اي حد من اللي حوالينا، ساعتها بتنفجري فيه بطريقة مش طبيعية وبتطلعي عليه كل عصبيتك دي. طيب فهمنا ايه الحاجات اللي ممكن تخلينا نتعصب، وفي طبعا عوامل كتير قوي قوي بتبقى يعني احنا مش كلنا شبه بعض. زي مثلا الامهات اللي بتشتغل بره البيت، بتنزل تشتغل من الصبح، ترجع تروق بيتها، تنظف بيتها، تغير لاولادها وتحميهم، وطبعا انتوا عارفين مسؤولية العيال دي لوحدها عايزة لهم ام، يعني الاطفال لوحدهم عايزين لهم ام فاضية طول الوقت طول الوقت، لان احنا في الزمن اللي احنا فيه ده الام بقى مطالب منها ناحية اطفالها حاجات كتير جدا جدا جدا، سواء في التعامل، سواء في التربية، سواء حتى في نبرة صوتك وانت بتتكلمي معاهم. حاجات كتير قوي 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 بقت مطالبة من الام ان هي تعملها مع اولادها، وغصب عنها هي خلاص هي شايله فوق طاقتها، فاهميني؟ وبالذات كمان الامهات اللي بتشتغل اللي هي مش فاضيه، الام اللي هي مسؤوليتها كبيره. الام يعني في امهات بتبقى مثلا من غير زوج مثلا، وهي اللي بتصرف وهي اللي بتاكل وبتشرب وهي اللي بتجيب لوازم البيت وهي اللي بتنظف البيت وهي اللي بتذاكر لاولادها وهي اللي بتودي ولادها المدارس والحضانات وبتجيبهم من المدرسه توديهم النادي ومن النادي بتعمل لهم اكل وتاكلهم. فهي يا حبيبة قلبي في دوامة طول النهار، في دوامة طول النهار. حتى الأم اللي ما بتشتغلش، الأم اللي هي مثلا بنوتة لسه والدة وقاعدة في البيت، حبيبة قلبي هي مش بتعمل حاجة غير ان هي بتخلي بالها من نونو. الأطفال في السن الصغير ده بتبقى صعبة بطريقة مش طبيعية، مش هترتاحي من الطفل. يعني أنا شايفة وجهة نظري كده بصراحة إن الطفل مش هتبدئي تاخدي نفسك شوية غير لما بيتم ال5 سنين. ده اللي انا شايفاه. لما بتبداي بقى ان انت خلاص عودتيه ان هو ينظف نفسه، عودتيه ان هو بيشيل نفسه، فاهميني؟ يبقى مسؤول عن نفسه شويه، ساعتها الام بتعرف تتنفس شويه، بتعرف تنام شويه، بتعرف تاخد نفسها شويه. طبعا مش بناخد نفسنا بشكل كامل يعني، لا اكيد، بس يعني انا شايفه ان هو ايه، المسؤوليه بتخف عنك شويه. فحتى حبايب قلبي الامهات اللي قاعدين في البيوت مش بيعملوا اي حاجه، هي يا دوب بس بتروق البيت وبتخلي بالها من الاطفال، هي عندها حق ان هي وعندها عذر ان هي تتعصب، لان فعلا مسؤوليه كبيره كبيره جدا 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 عليها. حتى البنات اللي بتشتغل وعندهم دراسه برضو عليهم مسؤوليه كبيره. حتى الرجاله برضو، يعني في رجاله طبعا، مش كل الرجاله ومش كل الستات برضو، في ستات بتبقى باردة وما بتشيلش هم حاجة وبتريح دماغها وبتتنازل عن مسؤوليات كتير قوي 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 من عليها، وبتقولك لا انا ما اقدرش او ما عنديش طاقة لكل الحاجات دي، انا ما اقدرش اعمل الحاجات دي. وفي رجالة نفس النظام، في رجالة برضو بتريح دماغها من مسؤولياتها، ولا بينزل ولا بيشتغل ولا بيعمل حاجة، وتلاقيه بيختار راحته شوية. فالناس دي عارفين انتوا اللي بيقولك، عارفة انت لما بتقابلي راجل او ست من النوعية دي فتقولي لها انت عمرك طويل،
فاهمين انتوا المثل ده؟ اللي هو تلاقيهم شخص هادي وعاقل وبارد معرفش، تقول له انت عمرك طويل، لا 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 انت عمرك طويل. لكن لو شخص عصبي في كلمة كده يقولوها له ايه، انت هتموت بسرعة. او يقول لك انا عمري قصير. فمهم جدا جدا ان احنا نبص لحته العصبيه ديت بعين واعيه شويه، ان احنا ما نقولش مثلا ان العصبيه ديت عادي، اي يعني لما بتعصب، او انتي مثلا تقولي ما انا لازم اتعصب، ما انتوا مثلا ضاغطين عليا، ما انا عليا حاجات كتير. حبيبه قلبي محدش خسران في الليله دي كلها غيرك انتي بس، نقطة ومن أول السطر، ما حدش خسران في الليلة دي كلها غيرك انت. كل ما بتتعصبي والله ما حد هيخسر غيرك انت. ما حدش هيقولك انت اتحرق دمك النهاردة، او انت اتعصبت النهاردة خلي بالك على صحتك، او انت النهاردة ضغطك علا من كتر العصبية، او صوتك راح، او بعد الشر معدتك تعبت، او جالك صداع نصفي. حاجات كتير، العصبية ليها أضرار كتير قوي قوي قوي. طب ايه هي أضرار العصبية دي؟ العصبية بتأدي لحاجات كتير قوي. لو انت العصبية بتاعتك دي مستمرة، العصبية هتبوظ العلاقات اللي في حياتك، بتخلي الناس تخاف تتكلم معاكي، بتخلي الناس تخاف تخش تاخد رأيك في موضوعك، بتخلي الناس تتجنب ان هي تتناقش معاكي في حاجة. او لو انت حتى بتعملي حاجة غلط واللي قدامك شايفك مثلا ان انت بتعملي حاجة غلط، بس انت شخص عصبي، بيخاف ان هو حتى يخش ينصحك، فاهماني؟ ممكن كمان بتخليكي تقولي كلام بتندمي عليه بعد كده، او بتتصرفي تصرفات بعد كده بتندمي ان انت فعلا تصرفتي التصرفات دي. يعني مثلا حصلت لنا كتير ان احنا مثلا بنكون ما بيننا وما بين اي حد تاتش او كلام او مشكله مثلا، وانت شخص عصبي قوي وبتتنرفزي جامد، فتقولي مثلا حاجات او بتعملي تصرفات بعد كده تقعدي تفكري بينك وبين نفسك، تقولي لأ مش أنا الشخص ده، مش أنا الشخص اللي أتكلم بالطريقة دي، مش أنا الشخص اللي أتعامل بالطريقة دي. حتى لو كان اللي قدامي مستفز ويستاهل الطريقة دي، لأ برضو الحاجة دي ما تخرجش مني أنا، ما ينفعش أنا أتعامل بالأسلوب ده. بتحسي إن أنت قاعدة في دايرة مقفولة عليكي، أنت مش عارفة تفتحيها ومش عارفة تخرجي منها. كل اللي انت فاهماه ان انت متعصبة ومخنوقة ومحتاجة ان انت تخرجي خنقتك دي في اي حد. فالمشكلة ان هي بتيجي في الاشخاص الغلط، فاهميني؟ بتيجي في الاشخاص اللي ما ينفعش حتى نتعصب عليهم. ومش معنى كلامي ان انا مش بقولك لا لازم تفضلي طول الوقت باردة، ولازم تفضلي طول الوقت اسلوبك كويس، ولازم، بس ده طبعا يعني لو قدرتي تعملي كده دي حاجة حلوة جدا جدا جدا، يا بختك لو انت بتقدري تعملي كده. بتكلم في ايه؟ ان احنا حتى بس نحاول او نشوف طريقة، نحاول ان احنا نهدي فيها العصبية دي، او نحاول ان احنا نتملك في اعصابنا شوية. ان العصبية بتكون مؤذية علينا كاشخاص، العصبية برضو بتكون مؤذية على البيئة اللي انت فيها، بتبوظ علاقتك بالناس، بتبوظ علاقتك لو انت عصبية على ولادك، بتبوظ علاقتك بولادك بعد كده، خلي بالك. بتبني بينك وبينهم حاجز مش طبيعي. لو عصبية على جوزك بتبوظ علاقتك بجوزك، لو عصبية على اهلك بتبوظ علاقتك باهلك. غير الكلام ده كله، بس ان المكان اللي انت قاعدة فيه كئيب، فهماني؟ بتحسي ان بتوتر طول الوقت في البيت، او في المكان اللي انت فيه، او في الشغل، بتحسي ان طول الوقت في طاقة سلبية، في طاقة سلبية، انا طول الوقت متنشنة، طول الوقت حواجبي دي مقفلة، طول الوقت ما بعرفش اضحك، طول الوقت انا مخنوقة، طول الوقت انا عايزة اعيط، طول الوقت انا يعني. وبرضو على فكرة خلي بالكم، حتة مهمة جدا 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 بتوصلنا للعصبية ديت، هي التليفون. خلي بالكم، التليفون عامل أساسي مش في تدمير الأطفال، التليفون عامل أساسي في تدمير البني آدم. التليفون ده كارثة حقيقية في إيدينا، على قد ما هو فيه حاجات كتير قوي قوي ومفيدة وحلوة، على قد ما هو مضر. لازم تسحبي التليفون من ايدك شوية غصب عنك. العصبية برضو بتسبب أضرار نفسية كتير، زي إن هي بتخليكي طول الوقت متوترة، طول الوقت قلقانة، ارهاق نفسي بطريقه مش طبيعيه، وتحسي ان جسمك تعبان. عارفه لما بتحسي او بيجي عليكي وقت تقولي انا مخنوقه ومتضايقه ونفسيتي وحشه بس مش عارفه من ايه؟ يعني ممكن يكون محدش كلمك ومحدش عمل فيكي حاجه، بس تلاقي نفسك نفسيتك وحشه، تلاقيكي مكتئبه، تلاقيكي قاعده تعيطي، تلاقيكي مخنوقه. زي ما برضو العصبية بتسبب أعراض نفسية، العصبية برضو بتسبب أعراض صحية. بتلاقي نفسك عندك صداع شديد، سواء من هنا أو من هنا أو من ورا،
فجأة لوحدك من غير أي حاجة، بتلاقي نفسك جسمك كله مشدود، عضلات جسمك بتبقى مشدودة، بتأثر برضو على نومك وساعة الهضم، ساعات اما بتيجي تاكلي. عشان كده انا بقول لكم المعدة فعلا بتتبهدل في وقت العصبية دوت، او لما تكوني شخص عصبي فعلا معدتك هتوجعك طول الوقت. لان المعدة لما بتاكلي مثلا وانت متعصبة او اتعصبت النهارده واكلتي، معدتك مش بتعرف تهضم كويس. ده غير ان انتي لما بتتعصبي قوي في الوقت ده ضغط الدم عندك بيترفع وضربات القلب بتعلى. فبجد الموضوع صعب يعني انا مش عايزه افور، بس فعلا انا ساعات بحس ان العصبيه ممكن تؤدي لشلل، ممكن تؤدي بعد الشر لحاجات بجد بتبقى امراض بجد صعبه وامراض وحشه وامراض. يعني في ناس انا اعرفها وقسما بالله المواقف دي حصلت قدامي من كتر العصبيه. عشان كده خلي بالكم انا خفت من حته العصبيه دي، من كتر العصبيه اللي هم كانوا فيها جات لهم امراض مناعيه نادره. طبعا ده مش هينطبق على الكل، بس انا بتكلم في حته ان فعلا العصبيه بتودي لحاجات كتير قوي 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 واحنا بنستهون بيها. حاجه كمان عايزاكي تعمليها انك ما تاخديش كل حاجه على اعصابك. اتعلمي ان مش لازم اي كلمه تتقالي ارد عليها، ومش لازم اي تصرف معين يحصل معايا اجري واروح ابرر او اجري اروح اشوف او اتعصب ان هم ازاي قالوا عليا كده. لا، اتعلمي انك تبطلي الحاجات دي. اسالي نفسك الاول، هل الموضوع ده او الكلمه دي او الموقف ده او الشخص ده يستاهل ان انا اتعصب ولا لا؟ لو الاجابه كانت لا فخلاص عدي الموضوع وما تتعصبيش. عارفه انت اللي بيقولك اشتري دماغك وصحتك، اشتري الاتنين مع بعض. ما تعمليش لكل الناس اللي حواليك اللي بيعصبوكي او بيستقصدوا ان هم يضايقوكي ما تعملي لهمش قيمه. لان بدام انا شايفه كده بصراحه، انا شايفه بدام الشخص اللي قدامي قاصد ان هو يعصبني وقاصد ان هو يضايقني، خلاص انا مش هتعامل معاه احسن. ليه؟ انت مش خايف عليا. مثلا انا لما اتعب عصبيتي ديت فادتني بايه؟ انت فدتني بايه بعد كده؟ ابسط كلمه يجي يقولها لك مثلا لو لقيتي اتعصبتي وكده وخلاص فورتي وقمتي وقعدت عيطتي مثلا في الاخر وصابت عليكي نفسك ان انت اتعصبتي بالطريقه دي، هيجوا يقولوا لك في الاخر احنا اسفين ما تزعليش حقك علينا، بس انت اللي بتأفوري، انت اللي بتكبري الموضوع، انت اللي مش عارفه ايه. فهماني؟ مش هيتقالك لا ما ينفعش تتعصبي، خلي بالك على نفسك، مش هيتقالك الكلمه دي. فعشان كده خلي بالك انت من نفسك، ما توصليش انت نفسك للمرحله دي. اتعلمي ان انت تحطي جهدك والطاقه اللي انت بدل ما تبذليها في العصبيه، اتعلمي ان انت تبذلي طاقتك دي في حاجات مفيده تنفعك انت، في حاجات تنفع ولادك، في حاجات تنفع بيتك. فهماني؟ وحاجه كمان عايزاكي تعمليها، انك تتعلمي تعبري عن زعلك بدل ما كل شويه بتحشيه. لا، لو حد ضايقك او قال لك كلمه ضايقتك، ردي بمنتهى الادب والاحترام الرد المناسب للكلمه اللي هو قالها لك. يعني انا هقول لك على حاجه، انت لما تعدي موقف واثنين وثلاثه واربعه وعشرة، هتيجي في الموقف ال11 وخلاص انت ما عنديش هتعملي احترام للي قدامك وهتقومي تاكليهم. قسما بالله هتقومي تاكليهم، وفي الاخر يتقال عليكي اصل انت قليله الادب، اصل البنت ديت لسانها طويل، اصل ما اعرفش ايه، اصل ما اعرفش إيه. مش هيبصوا لعمايلهم اللي قبل كده، لان انت ما اتكلمتيش. فهماني؟ انت سكتي، فلما بتسكتي بتديهم الحق ان هم يزودوا عليكي اكتر، يحطوا فيكي اكتر. فمن اول موقف يحصل معاكي اتكلمي فيه، اتناقشي، قولي انا مش عاجبني الموقف ده، انا مش عاجبني الاسلوب ده، انا مش عاجبني الطريقه دي. والله اللي قدامي اقتنع واحترم رايي، خلاص هحط جزمته في دماغي. ما احترمش رايي واستهون بكلامي وبالنسبه له عادي وتعصبي وايه، يعني ما تعمليش معاهم اصلا. اسمعي الكلمه وخرجيها من ودانك واعتبري ان الشخص اللي قدامك ده مش موجود، ما تتناقشيش معاه اصلا. لان انت طول ما انت بتتناقشي معاه وهو قاصد ان هو يعصبك، هو مش هيسكت غير لما يعصبك. خلي بالك، يعني انت هتنبهيه ان انت مش عايزه تتعصبي، مش عايزه تعملي مشكله، هو برده مش هيسكت غير لما يديكي فوق دماغك ويخليكي خلاص تقومي تنفجري. ساعتها هو بيقعد يرتاح. في ناس كده، انا شفت اشخاص كده في حياتي قسما بالله، في الاخر ما بيبقوش خسرانين حاجه، انت في الاخر اللي بتخسري. وحاجه برده عايزاكي تعمليها او تحاولي تعمليها، ان انت تخففي شويه من الحمل اللي انت شايلاه. اسالي نفسك الاول قبل اي حاجه، ايه اللي تعبني؟ ايه الحاجه اللي انا تعبانه بسببها؟ هل بتحاولي تعملي كل حاجه؟ هل بتوافقي على كل الطلبات اللي بتطلب منك؟ شايله هم اكبر من مقدرتك؟ هل مشيله نفسك حمل ان انت لازم تكوني طول الوقت بيرفكت في كل حاجه، سواء في بيتك او في نفسك او في عيالك او في كل حاجه انت عايزه تكوني بيرفكت في كل حاجه؟ ولا هل بتدي للناس وقت وطاقه اكتر من اللي انت بتدي لنفسك؟ هقولك ليه. لان ساعات علاج العصبيه مش ان انت تتعلمي تتحكمي في عصبيتك بس، لكن انك تقدري تقللي الحاجات اللي بتخليكي تتعصبي اصلا.
اخر نقطة هنتكلم فيها في الفيديو وهي ان الهدوء دي مهارة مش شخصية. يعني ما تقوليش انا عصبية ودي شخصيتي، لا، انت ممكن تكوني مع الوقت اتعودتي على رد فعل معين، فبعد كده حاولي ان انت تتعودي على رد فعل جديد. يعني طول الوقت اتعودتي ان رد فعلك يكون عصبي، فحاولي بعد كده ان انت رد فعلك او تتعودي ان انت يكون رد فعلك هادي. هنا انا مش بقولك ان انت طول الوقت ما تبقيش عصبيه، مش مطالب منك ان انت طول الوقت ما تتعصبيش لان دي حاجه في فطرتنا. انا بتكلم فيه ان العصبيه ما تبقاش هي الحاجه اللي ممشياكي. محدش هينفعك، محدش هيجي يخدم ولادك لو انت حصل لك حاجه، ساعتها بتاثري في بيتك وبتاثري في عيالك وبتاثري في جوزك وبتاثري في كل حاجه، ومحدش هيجي يقول لك لا انا هاجي اعمل مكانك، او محدش هيجي يخاف على صحتك اكتر منك. حط النقطه دي في دماغك قوي 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 قوي، ان مفيش بني ادم على وجه الارض هيخاف على صحتي اكتر مني، مفيش. والصحة مهمة. لو انت دلوقتي صحتك كويسة ومش بتعاني من حاجة، بعد كده مع كتر العصبية او كتر شيل الهم او كتر القرف اللي انت حاطة نفسك فيه، بعد كده صحتك هتتأثر، وبعد كده لما صحتك هتتأثر محدش هيندم غيرك. فهماني؟ فتعلمي حبيبه قلبي ان انت تهدي نفسك. ما فيش حاجه مستاهله العصبيه قسما بالله، ولا في حاجه مستاهله، ولا في حد يستاهل، ولا اي حاجه. انت بس اللي تستاهلي كل حاجه حلوه، ومحدش هيقدم لك الحلو غير لما انت تبداي تقدمي لنفسك الاول. علمي الهدوء، لان هقولك على حاجه، الطفل بياخد طبع امه. فهماني؟ يعني لو انا امي عصبيه هطلع انا كمان عصبيه زيها. العصبيه حاجه احنا بنكتسبها، فحاولي على قد ما تقدري ان انتي تسيطري على الموضوع ده، وما تسمحيش ان حاجة زي العصبية او اي حد بيعصبك في العموم ان هو يأثر عليك او يأثر على حياتك. انا مثلا لما جيت ابطل العصبية ديت، قرأت حاجات كتير وشفت مقالات كتير وشفت حاجات كتير وسألت دكاترة، وفي كتاب حلو قوي 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 انا قرأته اسمه The Dance of Anger. ده النسخة الانجليزي. النسخة العربي بتاعته اسمها رقصة الغضب. النسخة دي تحفة 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 تحفة. الدكتورة اللي كاتباها اسمها هاريت ليرنر، بيتهيألي هبقى اكتب لكم الاسم هنا على الشاشة، واسمه رقصة الغضب. روحوا دوروا عليه، الكتاب ده حلو قوي قوي قوي. الدكتورة ديت دكتورة نفسية. الكتاب ده بيشرح ان الغضب ساعات مش بيكون هو المشكلة، الغضب ساعات بتكون رسالة ان في حاجة جواكي محتاجة تتفهم او تتصلح، زي ان حد اتعدى حدوده عليكي. المشكلة الحقيقية في الطريقة اللي احنا بنبدأ نتصرف بيها واحنا غضبانين. عجبني اكتر انها بتقول ان السيطرة على الغضب مش معناها ان انت تفضلي ساكتة وتكتمي اي حاجة بتحصل. علمي تعبري عن زعلك بس من غير ما الغضب يتحكم في تصرفاتك وفي كلامك. لكن الهدف مش انك ما تتعصبيش، لا، الهدف انك لما تتعصبي تقدري ان انت توقفي نفسك لحظة وبعدها تبدأي تختاري انت هتتصرفي ازاي. اول ما تحسي ان صوتك هيعلى ومثلا اعصابك هتتشد، وقفي الكلام فورا. بس كده حبيبة قلبي، يا رب يكون الفيديو عجبك واستفدت منه بأي حاجة، ويا رب يكون كلام النهاردة كان مفيد، والفيديو يضيف لكم أي حاجة يا رب. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لاختك اللايك وتشتركي معايا في القناة علشان أي فيديو بعد كده أنزله يوصل لكم على طول إن شاء الله. وأشوفكم على خير يا أحلى بنات في الدنيا الفيديو الجاي. مع السلامة.